القمة. وإلى إسبانيا، حيث نظمت الجالية الصحراوية بكناريا مظاهرة أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس تنديدا باتفاقية مدريد الثلاثية وكذا الترحيل اللا-إنساني للمناضل محمد سالم بشراية من مدينة العيون المحتلة. نظمت صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 الجالية الصحراوية بالجزر الكناري بالتنسيق مع مكتب الجبهة بكناريا وجمعيات الجالية الصحراوية واصدقاء الشعب الصحراوي وقفة احتجاجية بمناسبة ذكرى اتفاقية مدريد الثلاثية وكذا الترحيل اللا-إنساني للأب محمد سالم بشراية من العيون المحتلة. استهلت الوقفة بدقيقة الصمت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء القضية الوطنية. كما حضر الوقفة ممثل جبهة البوليساريو بكناريا الأخ حمدي منصور وأعضاء من التمثيلية والمستشار بمجلس حكومة غران كناريا صديق الشعب الصحراوي كارميلو راميريز وأعضاء من جمعيات التضامن الكنارية مع الشعب الصحراوي وكذا شخصيات سياسية ومدنية مهمة وعشرات المتظاهرين من الجالية الصحراوية أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس وما تسببت فيه من معاناة وتقسيم للشعب الصحراوي جراء الغزو المغربي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، ما يزال الشعب الصحراوي يعاني من تبعاتها إلى يومنا هذا. كما ندد الحضور بتخلي إسبانيا عن مستعمرتها السابقة وتسليمها للاحتلال قاشم يواصل انتهاك الشرعية الدولية ويواصل إبادة الشعب الصحراوي واستنزاف خيراته الطبيعية ويحكم الحصار الإعلامي والبوليسي على المنطقة في تحدي واضح لكل المعاهدات والأعراف الدولية، ولا يرضخ لكل قرارات الأمم المتحدة التي توصي باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وكذا تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار. تم التنديد كذلك بالموقف المخزي لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز المنحاز لأطروحة النظام الملكي المغربي، حيث اعتبر المتدخلون أن موقفه أحادي الجانب وأن كناريا ستبقى وفية للشعب الصحراوي وقضيته العادلة حتى نيل الحرية والاستقلال. كما وصف المتدخلون أن قنصلية الاحتلال المغربي مليئة بالدم في إشارة إلى جرائم الاحتلال المغربي. استنكر الحضور الترحيل اللاقانوني للأب محمد سالم بشراية الذي كان ينوي زيارة عائلته ووطنه الذي أبعده عنه الاحتلال منذ غزوه لأرضنا الطاهرة. كما ندد المتدخلون بالقمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وما يتعرض له مناضلو ومناضلات الجبهة الشعبية من استهداف مباشر لهم. وطالب المتظاهرون بالضغط على الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والانصياع للشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أنها وصمة عار على إسبانيا، وحملوا الحكومة الإسبانية مسؤوليتها بصفتها ما زالت القوة المديرة للإقليم وعليها إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق الصحراويين. واختتمت الوقفة بإعلان التضامن المطلق مع الجماهير الصحراوية ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وفي مقدمتهم معتقلي قديم الزيك لاس بالماس كناريا 14 من نوفمبر 2022. تمر اليوم 47 سنة على إبرام اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر 1975 والتي تعتبر جريمة بكل المقاييس في حق الشعب الصحراوي، حيث تخلت إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير. ورقة في الموضوع مع حمد مليزين. 14 نوفمبر 75 900 وألف، يوم قررت إسبانيا التنصل لأحادي الجانب خارج القانون عن واجبها ومسؤوليتها في